بغيتي تمشي تاخذ الصوص ديال الصوجا في الاسواق الكبرى كتمشي كتلقى بزاف ديال الانواع، ها الخاتره، ها الخفيفه، ها اللي غامقه، ها اللي باهته. دابا الصلصه ديال الصوجا كيف ما كتشوف معايا هنايا صديقي وصديقاتي، منين كنجيو كنديروا لها بحال هكا كتحس بها انها ما خاطراش بزاف وماشي خفيفه بزاف. اليوم غنهضروا على شنو هما الحوايج اللي خصني نحضي معاهم باش ناخذ صلصه ديال الصوجا تكون مزيانه. نلخص لكم الالاعيب كاملين اللي غتحتاجوهم في هذه اللعيبه هذه. اللائحه ديال المكونات ما خصهمش يكونوا عندنا بزاف ديال المكونات. شوف بيناتنا هذه منين مشيت نشري الصلصه ديال الصوجا ولقيتهم كاملين تقريبا عامرين بمواد الحافظه، بالنكهات الصناعيه، بالملونات، بعدا كلهم فيهم مواد حافظه، كلهم فيهم الاو 202 اللي هو السوربات دو بوتاسيوم اللي هي ماده حافظه ان كونسيرفاتور باش ما يخسر. ولكن اللي بغيت نقول لك هو ان لائحه المكونات يكون فيها ماكسيموم 6 ديال لي زيليم. ابدا ديما بالماء، عندك الملحه، عندك الصوجا ما تاخذش هذيك دقيق الصوجا بدون منزوعات الدسم، دقيق الصوجا باتاتا، خذ لي الصوجا سيدي، بغيت انا الصوجا. عندك سيدي دقيق القمح ضروري. وبالنسبه للناس اللي عندهم مرض السيلياك ولا حساسيه الجلوتين يحداو مع الصوجا حيت كلها فيها دقيق، والدقيق فيه الجلوتين بدون ام اس جي. شوف لي الصوجا اللي ما فيهاش المونوصوديوم جلوتامات، ما يكتبوش لك ام اس جي غيدير لك محسن نكهه، ما يكتبش لك محسن نكهه يدير لك او 621. جاتك لاصوص مالحه زيد عليها الماء. هذا استوس من عندي، وبارطاجي لي هذه المعلومه مع اصحابك واكل عاون ربي.